معلش اديني فلوس وطي الجمعيه. صوتك وتتكلمي. طب اديني فلوس الجمعيه. هديكي القلم على وشك. ايه يا مروه؟ طب وبعدين ماما احنا مضايقه نفسك ليه كده عشان موضوع العمره؟ خلاص يا ماما جت من اصل الموضوع ده نصيب لما ربنا ما بيكتبوش لحد خلاص، فمش عايزاكي تضايقي نفسك يا طنط. نفسي فيها قوي قوي. ربنا هيكتبها لك ما تزعليش. خلاص انت قدمتي وما حصلش نصيب، خلاص بقى ما تضايقيش نفسك. من بعد ما عملت مات وانا نفسي فيها. ان شاء الله ربنا هيكتبها لك بس في اوانها، هو ربنا لما بيريد هتلاقيها تيجي. يا رب يا رب والنبي يا رب. خلاص بقى ما تضايقيش نفسك. نفسي اروح كده عند الكعبه واشوفها. ان شاء الله. خلاص يا ماما بقى ما تزعليش نفسك، ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. يا رب يا مروه يا رب. ايه ده؟ مين جاي لي؟ شوفي يا مروه كده مين؟ ما تقوليش بس لحد انا بعيط ولا حاجه يا مروه، مش كل حاجه. انا عارفاك يا مروه بتحبي تتكلمي كتير. ما تلوكيش يا مروه. يا رب لبيها لي يا رب. نفسي يا رب، نفسي اجلس على الكعبه كده وادعي كده من قلبي يا رب. يا رب انت عالم بحالي. تعالي يا دودو تعالي. عامله ايه يا مروه؟ الحمد لله. تعالي. ايه ده طنط عندك؟ ازيك يا عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله. عاملين ايه؟ اخباركم اقعدي ايه؟ الكرسي اهو يا مروه، اقعدي يا مروه. استنى اشوف مين بيتصل. شوفي كده لو عمر خليكي بدري والنبي يا مروه يا اشوفه بس قبل ما اطلع. عامله ايه يا هند؟ الحمد لله. طنط ازاي ولاد؟ ايه مالك يا ماما؟ شكلك متضايقه. والله يا هند مشتاقه للعمره وقدمت لها وما جاتش القرعه. معلش قولي الحمد لله. الحمد لله والله. يعني نفسي ربنا فيها. وقتها اما يعني اذن لك ان شاء الله يا طنط هتطلعيها في اقرب فرصه. ايه في حاجه يا هند؟ انا جايه ادي مروه فلوس الجمعيه. جمعيه ايه يا حبيبتي؟ جمعيه عاملاها معايا. والله. ايه يا هند؟ ايه؟ ايه؟ في ايه يا مروه؟ جمعيه ايه؟ انت عامله جمعيه يا مروه؟ جايه اعمل جمعيه؟ امال قاعده جنبي وعماله تقولي لي معلش وربنا هيفرجها. اخص عليكي، انت عارفه ان فاضل قرشين وكنت ممكن طلعت العمره. جمعيه ايه؟ انت يا ماما شفتي يعني ايه اللي في نيتي؟ وريني كده. هي جمعيه عاملاها من جيبها؟ اخص عليكي يا مروه. وانت عليكي؟ طب ما انا سلام عليكم بقى، انا ماشيه. مع السلامه يا بنتي. جيتي في وقتك عشان تبيني لها حقيقتها، وعامله نفسها بتحبني، عامله نفسك حنينه وعامله نفسك خايفه عليا وعامله نفسك بتحبيني وعامله جمعيه من ورايا. ها؟ وكله من خير ابني وعامله جنبي وحقك عليا. قلبي ما وجعتيش عليا وانا بعيط. اخس عليكي. منك لله. انا اخد منها واخد منها، ودي فلوس ابني. اوعي اوعي. انت مش من حقك اصلا يعني تعملي الحركه دي وتاخدي منها الفلوس. لا دي فلوس ابني بتاعتي. فلوس ابني. انت مش شغاله؟ ما هو جوزي. لا معلش والله 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 يا مروه انت كده انتهيتي من حياتي، ولا تسميني مرات ابني. هو انا ليه؟ الجمعيه دي بس مش هطلع بيها عمره. حد الله حد الله بيني وبين فلوسي. انا هديها لابني. بس مش من حق ابنك دي، من حقي انا لا تشتغل عشان حق ابنك. لا يا لا بس شغاله خدامه عندك وعند عيالك خدامة؟ وعند ابنك. اللي يشتغل في بيته يبقى خدام؟ خدام. تمام. الكلام ده تقوليه قدامه. بس مش من حقك برضه. بس خلي بالك الجمعيه لو سمحتي هاتيها. انا مش مسامحاكي اليوم الجين. ما تسامحنيش يا ستي. وحرام لما تاخدي. وطي صوتك وطي صوتك. وانا لما يجي هقول له لان ما تاخديش مال جنيه واحد من فلوسه. اسالي امك اللي مربياك. انت ما كنتش بتعملي كده مع جوزك؟ عمري كل حاجه معايا انا. والله طول عمرك معروفه ان انت بتعملي جمعيات. ايوه. وياما ماما كانت بتدخل معاكي. مش من وراه والله الله اعلم، ما كانش حد بيشوفك والله. اخرسي بقى عشان انت قللت الادب. بس مش من حقك تاخدي برضه جمعيه جايه لي. وحياه القعده دي وقهرة قلبي وانا بعيط وقلبك ما وجعكيش عليا. ما اعرفك ولا هتخشي لي بيت ولا تخبطش عليا، وانا حويانه يا انت وحواريكي. وانا والله اراهنك ان انت عمرك ما هتطلعي عمره ولا تطلعي حاجه طالما انت بالاسلوب ده. مش هرد عليك عشان انت قللت الادب. منك لله يا شيخه، زي ما هتروحي تفتحي عليا البيبان. ما انت ابنك ومن بخل ما انا بعمل كده اهوت عشان اعرف اجيب النواقص اللي عندي اللي ابنك ما بيرضاش يستخسر يجيبها ليه ولا لعياله. كنت هجيب بيها لبس العيد لعيالي منكم لله يا ناس يا ظلمه. وليا قادره اخرت الفلوس بكل بجاحه وماشيه، ولا كانت بتعيط لي من شويه انا عايزه اطلع عمره. عشان كده ربنا عمره ما هيرضيكي ولا هيطلعك عمره، عشان ربنا مش بيختار الناس اللي من قلبها نضيف.